كده قبل ما نبدأ اشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وبس. خلينا نبدأ في الفيديو. الصورة اللي هتشوفها قدامكم دي صورة مجموعة من الناس المحترمين الجيدين، وتعالوا نشوف إنجازاتهم أو الإنجاز الوحيد اللي عمال يضرب لحد دلوقتي، وإيه اللي عملوه عشان الناس تهاجم بالشكل ده، وهنعرف معانا وهنعرف إزاي ده حصل وليه. أولا يا جدعان، سقف الأستاذ إبراهيم عيسى اللي عايز ينور الناس يخرجهم من الظلمات للجهل. ازاي؟ بانشاء مركز تكوين للالحاد. ما جبتش حاجه من عندي. عايزين له سقف الواحد عايز يجدد الدين، ولا كعها ولا صلاها ولا بيصوم ولا اي حاجه. هيجدد الدين ازاي؟ اولا الناس اللي مش فاهمه وايه هو مركز تكوين ده عامه. مركز تكوين ده بقيادة مجموعة من الناس الطيبين، أنا بقى أو العلمانجية الكفرة، منهم إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام وفاطمة نعوت بس قبل ما أقول أي حاجة، يعني سيدنا إبراهيم دعا إلى الإسلام، تمام، وسيدنا يوسف كان من الأنبياء. الناس دي ناس منهم واحد اسمه إبراهيم عيسى والتاني اسمه إسلام بحيري، قصدي يوسف زيدان. ناس ملحدة وأسميهم على أسامي أنبياء، يا حلاوة. خلينا مكملين. وإيه حكاية المركز ده؟ المركز ده يا جدعان، المركز ده بيدعو إلى اللادينية وبيشكك في الدين الإسلامي بتاعنا. أيوه، وبيسألوا أسئلة هتخلي الناس تشك في بعضها. وإيه الأسئلة دي؟ بالمعنى، هي ليه الأنثى ما تتجوزش أربعة؟ وهل هل القرآن هل القرآن موجود في المصحف حقيقي؟ وهل الخمر حرام؟ وكل هذه الأسئلة التي تدعو إلى التشكيك في الدين الإسلامي. حلاوة. ده أهبل. يعني إحنا ثانية واحدة. والمركز ده غريب ليه؟ لأن مجهول، يعني مين اللي بيمول، وميزانيته مفتوحة على البحر يخش منه ملايين، وهم بياخدوا ملايين من الكلام الكفار اللي بيقولوه، تمام. مجهول المصدر، مين اللي بيمولهم؟ فلوسهم جاية منين؟ مجهول المصدر. وكمان ملوش له مصدر رعاية معين، ملوش رعاية معينة. يعني مين اللي بيمولهم؟ مين اللي بيديلهم الفلوس؟ مين اللي بيساعدهم في هذا الكفر؟ الله اعلم، محدش يعرف. المركز ده اتعمل له منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي كتير، واشهرهم الفيسبوك والتيك توك والانستجرام واليوتيوب والتويتر كمان. ما وصلتش ان هم يعملوا كده، دول بداوا ينشروا الفكر المريض بتاعهم على عامه الناس. قال ايه؟ بينوروا بيساعدوا الناس يخرجوا من الجهل، من الظلمات الى النور. وكل ده ولسه. وهيتعمل له برنامج، المركز ده هيتعمل فيه برامج على تبث، عشان بكل حاجه وصوت في يعني مش في كلها، في معظم القنوات، او هتبقى مذاعه، وهيتناقشوا في شويه اسئله. ازاي في حاجه اسمها يوجد اسمه السنه النبويه؟ الله يخرب بيوتكم. السنه النبويه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلوات بتاعته وكل حاجه احنا متعلمينها في الدين الاسلامي، والسنه النبويه بتاعته والسيره الذاتيه بتاعته. تقوم حضرتك ازاي في السنه النبويه؟ انتوا اتهبلتوا. هل عمر بن الخطاب مسلم؟ ده واحد من الناس اللي اسلمت، واحد من الناس اللي كانت مسلمه، واللي كان يعرف عن عمر بن الخطاب انه غليظ، يعني مش غليظ كده، لا، ان هو كان شديد، وكان اي قبل ما يسلم، تمام. وتقول هو ازاي مسلم؟
هل الخمر حرام؟ اولا الخمر حرام ده محرم مفيش كلام، لانه ذكر في القران الكريم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، وانت تقول لي هو الخمر حرام؟ ما اعتقد كده الاجابه واضحه. ليه الانثى لا تتزوج من اربعه؟ انت اتهبلت. ليه الانثى تتجوز من اربعه؟ هو الراجل يعني انا مش عارف، انا ماليش اجابه على السؤال ده، ما اعرفش اجاوب عليه لان انا نفسي ما فهمش. انا اعرفه ان الراجل هو المتاح ليه يتجوز اربعه، انما الانثى دي ما تجي جديده عليا. فبيقولوا كمان السؤال تاني وهيناقشوا، هو القران الموجود في المصحف اليوم حقيقي؟ مع مش محرف مش مكتوب ليه؟ هو حضرتك كتاب القرآن الكريم نزل، ربنا سبحانه وتعالى أنزله على سيدنا محمد صور لحد ما جمعه في مصحف كبير، ولسه لحد دلوقتي كلنا بنقرا فيه. وصولا إلى إيه؟ هل هناك أهمية لعبادة الله والإيمان به؟ وربما هل هو موجود أصلا؟ حاشا لله من هذا الكلام، من هذا الكفر. في أهمية طبعا لعبادة الله والإيمان به يا حبيبي. أنا هقول لك إيه أهميتها: إرضاء الله سبحانه وتعالى والتقرب له والدخول إلى الجنة. ربنا موجود أصلا، ربنا موجود في جميع ربنا موجود، ربنا شايفنا كلنا، ربنا عالم باللي حضراتكم بتقولوه ده. والموضوع ده لو كبر واتنشر، خاصة في أولادنا والأجيال القادمة، لو شفت الكلام ده هيبدأوا يشككوا في الدين بتاعهم وفي عقلهم، وإزاي الدين بتاعنا هو ده حرام ولا. ابعدوا، ده ما ينفعش يا عم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الناس ما بقى دي أهم الإنجازات. شوفوا بقى إيه اللي حصل. أنت عايز تجدد الدين بإنشاء مركز الإلحاد يا علمانية يا كفرة؟ حاجة غريبة والله. أقل حاجة تعملها دلوقتي أنت كمسلم أو تتفرج وتشوف اللي بيحصل قدامك ده، أنت تنبه غيرك أو تنبه حد أو تبرأ دينك من الكلام المخرف والمحرف اللي الناس دي بتقوله. وأعتقد الفكرة وضحت. وهنا كانت نهاية الفيديو. نشكركم على حسن المتابعة، ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.